رانيا إبراهيم فتاة مصرية تعيش بلندن، ولسوء حظها كانت متواجدة في برج غرينفيل في لندن الذي اشتعلت به النيران وأسفر عن مقتل وإصابة الكثير. كانت رانيا تسكن بالطابق 24 والأخير بالمبنى المحترق، وبدأت في تصوير المشهد بث مباشر على حسابها الشخصي على الفيسبوك، وهي ترى النيران تمتد من الطابق الأول حتى الآخر وتتصاعد الأدخنة حولها في كل مكان. وفي الوقت الذي تصور رانيا الحدث وبعد مرور 6 دقائق و32 ثانية من بدء توثيقها للحدث انقطع البث المباشر، وانقطع معه أخبارها هي وأطفالها، وما زالت مفقودة ولا يعلم عنها أحد شيء. العمارة ولعت من تحت، لا إله إلا الله. العمارة كلها ولعت من فوق لتحت. احنا في آخر دور، آخر دور هو اللي لسه ما ولعش. يا ربنا يستر إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سبحانه كنت من الظالمين. عايشة في لندن، فاهم، بتدرس حقوق، فاهم، معاها بنتها فوفا ومعاها النوية ومعاها جوزها هناك ومعاها أختها الكبيرة. وقت الحادث كانت بتتكلم معايا بعد الفيديو اللي هو كانت نشر بتاعها، كلمتها بتاع أكتر من 5 مرات. هي كانت في الدور 22، كان هو وصل لل20 فاهم، وال21 وكده. مش عارف تعمل أي حاجة، فاهم، واحنا قاعدين متوترين مش عارفين إن هي موجودة مفقودة، الكلام ده مش عارفين، محدش مدينا أي خط سير مثلا نتابعه والكلام ده، فاهم. كل الكلام اللي بنتابعه بيبقى كذب، فاهم. 1.5 ساعة لغاية ما تيجي المطافي وهي بتستنجد، واولادها من الشبابيك، هي وباقي الناس اللي في البرج من الشبابيك بيستنجدوا من القزاز. يا اخوانا الحقونا، مفيش. تصرخ في التليفون عايزه حد ينقذها، بتستغيث، بتشهد يا حبيبي، بتشهد. ربنا يرحمها ان شاء الله، تكون يا رب بخير يا رب، يطمنا عليها يا رب. انت ببكي عليها، قلبي اللي بيبكي مش انا، والله عليك يا رانيا. ان شاء الله خير يا رب. اقول لها ان شاء الله تبقي كويسه يا حبيبتي، اقول لها وحشتيني، عايزه اخدك في حضني يا رانيا، اطمن عليك يا حبيبتي على بناتك ان شاء الله يا رب. طمنونا يعني الدنيا بس ماشيه ازاي، مش عايزين منكم اكتر من كده. رسالتنا المسؤولين يشوفوا لنا المسؤولين بتوع لندن وحقوق الانسان، يستعلمونا عن اقاربنا، ايه اخبارهم. البوليس والحكومه البريطانيه ما يعني ما مطمنين حد. يعني جوزها يروح يسال في المستشفى، يقولوا له طيب سيب الاسم ورقم التليفون، ما يدهوش يعني دليل او يطمنوه ان في حاجه، او هي هنا او هي مش هنا. هل أصبحت رانيا إبراهيم من الضحايا أم ما زالت عالقة في البرج السكني أم انتقلت للعلاج في أحد المستشفيات؟ سؤال يطرحه أهلها ويريدون معرفة الإجابة. اللي عاشت أجواء النار اللي بتشتعل وبتطلع من تحت لفوق، وهي زي ما سمعتوا في الاستغاثة فبتقول احنا يعني النار لسه تحت لكن هتجيلنا. طب ايه اللي حصل؟ معايا منار ابنة شقيقتها. يا أستاذة منار أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا أستاذ وائل. أهلا بيكي. قولي لي ايه اللي حصل لرانيا وأسرتها؟ يعني ما عرفتوش ايه اللي حصل؟ احنا لحد دلوقتي حضرتك ما عندناش اخبار، يعني الحكومه هناك جوزها هناك واختها ما بيدوناش معلومات، بيروحوا يسالوا في المستشفى يا جماعه رانيا وبناتها هنا اهو، لا انتوا سيبوا صور، سيبوا ارقام تليفونات، ما بيدوناش اخبار، ما فيش معلومات. جوزها قاعد تحت البرج هناك مستني الجثث اللي بتنزل، يمكن يلاقي مراته وبناته. الاخبار في الفيسبوك يعني حتى الان لا انتوا عرفتوا هي مصابه في مستشفى ولا توفيت ولا ما فيش معلومات خالص؟ والله يا استاذ وائل احنا تعبانين، يعني هو بقالنا من اول امبارح احنا على نار. امبارح كل شويه واحده ترن على خالتي اللي في لندن، حبيبتي تقول لها انا بنت اختك الكبيره معايا، بس اختك ما نعرفش هي فين. خالتي تروح لها ما تلاقيش عندها حاجه. واحده تاني ترند تقول باختكم احنا شفناها في المستشفى معاها بنتها الصغيره وهي عندها حروق بسيطه. جوزها يروح يسال ما فيش اخبار، احنا مستتين مش عارفين. يعني جوزها قاعد تحت البرج لغايه دلوقتي بيشوف مستني الجثث اللي بتنزل؟ جوزها شغال يباشر من المستشفى للبرج
يسأل شوية في بتوع المطافي، يسأل شوية هنا هو، يسأل شوية هنا هو، لدرجة نشروا صورهم هناك طبعوها وعلقوها في الشوارع. طب احنا عندنا يا جماعه نشوف كده جزء تاني من الاستغاثه، عندنا فيديو فيه الاستغاثه كامله لانها 6 دقائق، بس احنا هنحاول نشوف اجزاء منها. هي كانت بتستغيث. ايوه نشوف كده الاجزاء، لان الحقيقه يعني قضيه انه ان حد بيستغيث وفكره الاستعداد للموت القادم وهذا الخطر في برج عالي جدا، وهم شافوا ازاي بيلتهم دور يعني لغايه ما طبعا كنا شفنا بعض المشاهد كمان ناس بتلقي بنفسها، يعني مشهد الحقيقه لا يمكن ابدا ان تتخيل. نشوف استغاثه رانيا لان دي اسره مصريه حتى الان عائلتها في مصر، لا هم عارفين هي مصابه في مستشفى ولا توفيت ولا في جثمانها موجود بين الجثامين اللي تم انتشالها. يا الله. Okay, I don't open the front door. You're going to bring the smoke in. Okay. You're not going to be able to breathe. I'm scared maybe someone outside. They're in the other flat. Are you sure? They've gone into the other flat that was open. Listen, you have your children. Standing near the door. The smoke is not going to help you. Okay. Yeah. Okay. Just Where's your husband? No, that's okay. Well, this There's too much smoke. You're not going to feel. Okay. There's too much smoke here. Okay, I'm not opening it. الله لا إله إلا الله، في حريق في العمارة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله. Hello, come here. Come here. Hello. Hello. Come. Quick. Hello. Here. Come in. You gonna? الناس برا. No, because the smoke is coming. But the people outside. Yeah. Hello. Close the door. Hello. Okay, I'm going out. Hello. Come here. Okay. Oh my God. I close it. You see that? الله. العمارة ولعت. Someone outside. Okay, I'm not going. Okay. بس كان في حد. العمارة ولعت من تحت، لا إله إلا الله. العمارة كلها ولعت من فوق لتحت. احنا في اخر دور هو اللي لسه ما ولعش. يا ربنا يستر ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كل الناس اللي لحقت تلحق يعني لحقوا وجريوا. شايفين الدخان في السما؟ مفيش. الله. ايوه عند الجنب العمارة ولعت سي سهيلة تحت من الدور الثالث لحد الدور ال24. او ماي جاد. لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله. يا الله لا إله إلا أنت سبحانك يا الله. يا رب سترك ورضاك يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا في الدور 23 يا سهيلة مفيش. خلاص العمارة برا ما ينفعش. خلاص سامع الصوت؟ الإسعاف كله تحت مش كويسين. الله. لا امك كويسه ان شاء الله، ما عندهاش مشكله باذن الله، ما تخافيش. العماره هي بتاعتنا اللي ولعت من الدور الاول لحد الدور ال20. لا اله الا الله. والله كنا نايمين لا حول ولا قوه الا بالله، مره واحده صحينا. شايفه الطيارات؟
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. النار طلعت لفوق. لا إله إلا الله. 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 ربنا لا إله إلا الله. ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله. Oh my gosh. Come just sit down now. It's okay, sit down. بس بخلي تحت الدور اللي تحتنا بالظبط. خلاص وصلت لفوق. اوكي والله. الله. أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من موت الغفلة يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. مرة واحدة الواحد صحي على الأصوات الخبيط الخبيط الخبيط. والبوليس بيقول جيت أوت. العمارة كلها ولعت وإحنا في الدور اللي فوق. هجيت أوت إزاي؟ How get out. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل الناس نزلت. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك يا الله. يا مغيث أغثنا. يا مغيث أغثنا. يا مغيث أغثنا. يا مغيث أغثنا. We're stuck on the 23rd floor. Hello. مكان في لندن فين؟ There's too many people stuck upstairs. الله. لا إله إلا الله. يلا ادعوا لنا. لا إله إلا الله. ادعوا لنا بالستر إن شاء الله. ربنا يحفظنا بحفظه يا رب. يا رب يا الله. دعواتكم. يلا السلام عليكم. نعم. هنكمل لكم القصة دي بعد الفاصل بما فيها من آلام وبما فيها كمان من حالة المدينة. نحييكم من جديد. بأسف للعطل الفني قبل الفاصل المتعلق بالتزامن بين الصوت والصورة. موضوعنا اللي كنا بنناقشه أسرة مصرية. لما شفتوا الاستغاثة من سيدة مصرية بتعيش لحظات يعني كيف تتعايش فيها مع الخطر. نار بتشتعل في برج. شفتوا فيه مشاهد تناقلتها كل وسائل الإعلام العالمية، لكن ما كانش عندنا معلومات إنه في عائلات مصرية من بين الضحايا. العائلة في مصر حتى الآن لا تعلم شيئا. هل ابنتهم وأسرتها متوفية ولا عايشة؟ ما عندهمش أي معلومات. أرجع تاني أسأل منار بنت أختها. أستاذة منار قولي لي رانيا عندها أولاد قد إيه؟ أستاذ وائل، رانيا عندها هنية 3 سنين وعندها فتحية 5 سنين. بس فتحية دي في حضانة. وكل الأسرة كانت موجودة؟ أنت بتقولي بس ما عدا الزوج ما كانش موجود وقت الحريق. نعم. هي وبناتها كانوا موجودين وأطفالها. أيوة حضرتك في الفيديو كانت قاعدة. كان الوقت الحريق ده كان الساعة 1 بالليل. يعني هي في الفيديو كانت بتقول يا جماعة احنا صحينا على صوت الخبيط. يعني صحيت على الناس بتستغيث بيها بتخبط. رانيا دخلت كل الناس في شقتها. بيقول لك في الفيديو ان هم كانوا البوليس والنجده كانوا بس بيطلعوا اللي في الادوار الاولانيه لحد الدور الاول والثاني والثالث. لما كلمت خالي كان معاها لحد الساعه 4 الفجر، والحريقه من الساعه 1 ولا الساعه 12. ما فيش اغاثه ازاي؟ ما طلعوش جابوهم بالطيارات ازاي؟ فين الحاجات دي كلها؟ يعني هم لو بطياروا كانوا جابوهم. يعني هي بتكلم. الحريق بدأ 1 وبتكلمكم لغايه 4 الفجر، 3 ساعات. أيوة. بتكلمكم. ايوه ومفيش ازاي؟ يعني ده برج يعني برج 24 دور، ازاي ما فيهوش جهاز انذار؟
ازاي ما فيهوش جهاز انذار للحرايق؟ طبعا كل ده هيتم بالتاكيد بيتم التحقيق فيه يا منار، بس اللي بيهمكم دلوقتي مش مديه اي معلومه لاي مواطن فيهم. اللي بيهمكم دلوقتي انتوا عايزين تعرفوا هي عايشه ولا ميته؟ هي عايشه ولا متوفيه ولا ايه يعني؟ والله ربنا يستر، والله العظيم احنا هنا في قلق وخوف يعني. احنا على نار، مش عارفين ولا هي كده ولا هي كده. نتبهدل واختها يعني. ساعدونا الله يبارك لك. احنا بنوصل صوتكم انه حتى السفاره المصريه يعني تهتم وتشوف، لانه هي سيده مصريه وطفلين يعني. اللي اسمه صادق خان كان يقول المئات عالقين في الادوار الاخيره. طب لما هم يعني عالقين وانت شايفهم وعارف الوضع، ما بعتش ليه يجيبوهم؟ المئات يعني، مش 1 ولا 2 ولا 10 ولا 20. طيب هسألك يعني هنا طبعا السلطات البريطانية محددة، هل قالوا ان في جثث لم يتم التعرف على معالمها؟ لا حضرتك، هم ما جابوش جثث من البرج اصلا. هم ال 17 قتيل اللي هم بيقولوا عليهم دول من المصابين اللي نزلوهم من الادوار الاولى. ما جابوش اي جثث من البرج، محدش طلع، محدش فتش. طيب أنا هتابع معاكي ونشوف، نناشد السفارة المصرية في لندن، نناشد أيضا وزارة الخارجية لما يكون في عائلة مصرية البنت استغاثتها طبعا الله يكون في عون أسرتها وهي بتسمع يعني بنتهم بتستغيث مع لحظات الاقتراب من الموت يعني. نار مشتعلة في برج وبتلتهم كل شوية دور وهي طالعة يعني. شفتوا المنظر جحيم يعني. هتقعد بقى تتخيل، هي رانيا كانت في الدور ال 22، فلما نقعد نتخيل المشهد ازاي النار بتتصاعد من اسفل الى اعلى وهي مستنيه ولا تستطيع ان تفعل شيئا يعني، ومحدش عارف ينزلها او يعملوا اي حاجه او في وسيله لانقاذهم. هنتابع ان شاء الله من خلال المعلومات اللي يمكن ان تتوفر لنا من السفاره المصريه او من الخارجيه.